سبب التواجد ديالكم اليوم امام عماله خميسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه. نحن ارباب سائقي النقل المزدوج كنرفعوا الاكف الضراعه العالي القدير الى صاحب الجلاله بالولاء والتمكين، وان يلبسه ان شاء الله رداء الصحه والعافيه، وان يبعد عن وطننا جميع الفتن، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع شملنا وان يبعد عنا كل شر. احنا اليوم كنتواجدوا في هذا المكان هذا قدام العمالات اقليم خميسات. حنا بغينا نتصلوا بالسيد العامل، كنطلبوا المقابله باش يحل لنا المشكل ديال نقطه الانطلاقه من مدينه تيفلت، حيت ذاك الموقع اللي عطاونا دابا داخل المحطه الطرقيه ما كاين لا امناش وغير مدير للربح. ولهذا حنا دابا كنطلبوا باش يقربوا لنا الخطوات لذوك الناس، لان النقل المزدوج دار من اجل تقريب الخدمات لسكان القرى، وهذوك الناس بعاد على ذاك الموقع باش يجيو عندنا، خصهم يهزوا الامتعه ديالهم، وخصهم يأدوا واحد الواجب اخر، مثلا يجيبوا في الكروسوله ريبورتور، يعني يكلفوا شي شويه ديال تعرف الساكنه ديال سميتو راه مساكين، الله يحسن عون كلنا، الله يحسن عون. ولهذا حنا كنطلبوا دابا، جينا درنا احتجاج سلمي هذه 10 ايام وحنا واقفين قدام المجلس البلدي ديال تيفلت، ولكن حتى واحد ما جا عندنا، حتى واحد ما يعني ما جلس معنا، ما تحاور معنا اشنو بغينا شنو خصنا على الاقل. وقررنا باش نجيو هنا لاقليم خميسات السيد العام، وكنا جينا العماله عاوتاني تقريبا على ما يزيد يكون شي شهرين دابا ولا غاديين جايين، غادي يجي واخا اليوم غدا اليوم غدا. واخيرا نهار الثلاث جينا هنايا، كان قال لك غادي نقدموا لكم السيد العامل وغادير واحد المقابله معاه، وغنشوفوا هاد سميتوني نديروا المحضر هنايا وكلشي باش كلشي مشى. فجر لحقنا هنايا ما لقينا حتى حاجه، ما لقينا حتى واحد مسؤول بغا يقول لنا حتى واحد شي حاجه. ما تواصلش معكم رئيس الجماعه؟ لا ما تواصلش معنا كاع، ما جا عندنا حتى واحد، لا اعضاء ولا مجلس ولا رئيس ولا حتى واحد. واش كطالبوا نتوما؟ حنا كنطالبوا بنقطه الانطلاقه. نعم. من الى؟ من مدينه تيفلت الى سيدي عبد الرزاق. نعم. نقطه منين غينطلق هذا سميتو ويكون قريب للخدم، قريب للمواطن. من منطلقين نتوما من كتنطلقوا دابا؟ من المحطه، حنا ما عندناش حقنا، ماشي عندنا الكيران المسافرين باش غادي لفاس ولا المكناس ولا الرباط ولا هذا، من اجل تخلق اجل القرى الباديه باش يزوا الناس الخناشي ديالهم. هذا عنده الاعلاف، هذا عنده سميتو الخضره، هذا كل واحد اش عنده، هذا الشمندار كل واحد اش بغى يهز. ما يمكنش ليه باش يهز الامتعه ديالو من تما ويجي حتى المحطه، غيكلفوا اكثر. ثاني نتوما كتعانيوا هذه المعاناه؟ ومده دابا حنا تقريبا داخلين شحال شي 6 شهور دابا حنا غاديين جايين. لا مجيب لمن. كلمه اخيره. ونطلبوا خويا حنا يفكوا معنا المشكل ديالنا. حنا شوف، انا دابا عاود قلت انا راه ولد الجامعه وولد المقاول، عاوتاني واحد السيد عنده حتى هو موجز، انا بغينا غير يعطيونا فين نغنسوا ونمشيو في حالتنا. انا ما باغي نصدع على مشاكل، حنا غير بغينا فين نخدموا روسنا، فين غياكلوا وليداتنا تاعنا، عندنا ولاد كيقراو، عندنا بزاف المصاريف اللي تابعانا. شكرا. انا بوخريس محمد، سائق مهني. جينا سيدي والله بعدا تنطلبوا من الله ومن جلاله الملك، الله يشافيه الله يعافيه، وهو اللي عندنا في هذا سميتو في هذا المغرب هذا. الا ما كانش هو راه ما كاين حتى حاجه عندنا، وراه هضر على هذا الشيء غير في هذه السيمانه هذه. وحنا دابا جينا عينا ما نكتبوا، عينا ما نصيفطوا للباشا، عينا من رئيس المجلس البلدي، عينا طبنا هذه عامين حنا كيديونا غير دوز الدوره عينا. دابا 10 ايام وحنا واقفين في تيفلت قدام البلديه، ما كاين لا اللي يهضر معنا ولا اللي جا عندنا ولا اللي يتكلم معنا. دابا تنطلبوا من الله ومن جلاله تنطلبوا من الله ومن سعاده العامل. دابا جينا عنده قاصدين سعاده العامل يشوف من حالنا، هذا الشيء اللي كنطلبوا دابا، يعطينا نقطه الانطلاقه اللي قريبه للمواطن، اللي في الخرجه، اللي في الخرجه ديال الخزازنه، راه سميتو هي اللي قريبه لينا، اللي قريبه للمواطن. هادشي اللي كنطلبوا حنا دخلونا المحطه، سدوا علينا في المحطه، المواطن تقدم من المارشي وقريب، وداك المارشي قريب دابا لنقطه الانطلاقه ديال اللي كنطلبوا دابا للناس. دابا تتقدم المراه 10 كيلو 15 كيلو باش ديها نص كيلومتر حتى المحطه، كتفضل تزيد 3 دراهم وتمشي للطاكسي مسكين، ولا تشري بورتور يديها حتى المحطه ب 20 درهم. كانت دابا حنا المواطنين المساكن اللي بقاو هما اللي كيدافعوا لنا باش لهذا الشيء هذا.
وسميتو دابا البلاصه ديالنا اللي عطاونا هذه عام دابا راه عاطينها النقل السري، راه كيشرفوا فيها وكيخدموا، راه حتى الطاكسيات. شحال بكم نتوما من سياره؟ حنا 7 دابا اللي كاينين، هذا 6 ها 2 دابا 4 ها 2 دابا عاد. شنو هي الحلول اللي تناسبكم وكطالبوا بها؟ الحلول اللي تناسبنا هو يعطيونا المحطه في الخرجه ديال دابا فين كاين حدا المقاطعه الاولى مورا اتصالات المغرب، هي اللي موالمه المواطن. حنا ماشي مشكل، حنا غير المواطنين اللي كنجريو على هذا الشيء. المواطنين كيتشكاو مساكن والما فحالهمش، سميتو ها العلف ها الخضره ها المساكن، بزاف ديال الامور ديالهم مساكن. ودابا حنا واقفين هذا الشيء وهما كيعيطوا علينا يعني كتعاونوا بيناتكم، هما كيعاونوا راسهم نتوما كتعاونوا راسكم؟ كنعاونوا راسنا، هذا الشيء اللي كاين. نعم. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء. كلمه اخيره؟ الكلمه الاخيره كنطلبوا من الله ومن جلاله الملك وسعاده العام اللي يشوفوا من حالنا من هذا سميتو هذا رئيس المجلس البلدي الله طغى، قال لك انا الطاكسيات هما اللي عندي اللي غيوقفوا معنا في الانتخابات ولا غيديروا اللي غيفعلوا لي. حنا 6 صافيطات قال لك انا ما عندي ما يديروا لي. هاكا قالها. كيفاش الانتخابات؟ قالها لصحابو ديال الانتخابات على قضيه الانتخابات. انتم ما كتصوتوش عليه؟ لا حنا ما كنصوتوا حتى على واحد، حنا هذه الساعه لحد الان. شنو زعما هذا المشكل ديال الانتخابات هو اللي خلى هذا المشكل يبقى؟ غير المشكل الانتخابات هو اللي خلى هذا الشيء، هو راه كيجزر فينا دابا حتى يوصل الانتخابات باش ثاني يمشي يصوت، يمشي يترشح. يعني هذا الشيء هو الرئيس ديال البلديه هو اللي كيدير هذا الشيء؟ هو اللي كيدير هذا الشيء. البشاعيه ما جينا 3 دقائق كنجيو هنا للكاتب العام كيدينا سيروا للبشر هضرت معاه، رجعنا ثاني سيروا للبشر هضرت معاه، والو. هذه عامين حنا كنطلعوا نهبطوا، ما كاين حتى حاجه. كنجيو نشوفوا العامل ما كيخلوناش نشوفوا سعاده العامل. نعم، شكرا، تبارك الله عليك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي وكالة الأنباء المغربية، غادي نحاولوا مشاهدينا الكرام باش أننا نربطوا الاتصال برئيس جماعة تيفلت وغادي نشوفوا الرأي ديالو مشاهدينا الكرام في هذا المشكل ديال النقل المزدوج بمدينة تيفلت. إذا مشاهدينا الكرام، وفي اتصال لنا برئيس جماعة تيفلت ما كانتش الإجابة واتصلنا عدة مرات. إلى هنا بقى لنا نقول لكم وصلنا لنهاية هذا التسجيل، وكما كتشاهدوا كتابعوا فهاد الناس هادو كيطالبوا بأبسط الحقوق، يعني إحداث محطة جديدة باش أنهم يتمكنوا من أنهم يخدموا بكل أريحية وهم مرتاحين. تحياتي للجميع.